ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ طبعا هنا بقى اول يوم رجيم وانا بفطر كده. طبعا لازم شرب المية كتير. انا هنا طبعا الخيار والطماطم ده اساسي في الفطار، في الغدا وفي العشاء، حتى تاكل على طول خيار وربع رغيف وحتة جبنة. هو ده الاكل. حتى الجبنة انا مش ليا فيها قوي، حطيتها في ايه، في سندوتش. ادي الفطار. طبعا حاجة بسيطة. طبعا الاكل خيار كتير، تاكلي بقى تملي بطنك بخيار. العيش يا دوبك على قد الاكل، فهنا ايه، كلت الطماطم كده والخيار. بس برضو ما قدرتش اكمل، لاني انا مشكلتي الفطار مش بفطر قوي. بس لازم تاكلي وجبتك صح. دي خيارتين اهم، بس كبار شويه. قعدت اكل كده دلوقتي، مش كنت قادره خلاص، بقول لكم اهو مش قادره. وادي الفطار بتاعنا ده اول ايه، اول يوم رجيم، ده الفطار بتاعه. طبعا لازم تصحي بدري، دي حاجه مهمه. تشربي ازازه ميه زي اللي انت شايفاها دي قبل الفطار، ولو تقدري تشربيها بعد الفطار برضه هتبقى حلوه جدا ليكي. هنا خلاص كده انت لازم تفطري قبل الساعة 12. طبعا دخلنا على الغدا، شوربة الخضار. لو عايزين تشوفوا طريقتي ان انا بعملها من غير ما تبقى بسمنة وكده، هنزلها لكم ان شاء الله في فيديو، وشوفوها وطعمها جميل وتحفة الصراحة. هي طبعا مش زي التانية اللي بالسمن والحاجات دي، بس دي طبعا حلو. وربع الفرخة ورك آه، كلته، وهو مكملتش طبق شوربة الخضار اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى ايه، لسه جاي من الشغل ويا دوبك ده وجبة الايه العشاء. هتبقى الساعة 12 ونص زي ما انا قلت كده امبارح للي شاف الفيديو بتاعي. آه اليوم كله مسجلاه، وان شاء الله بس هننتجه وانزله ان شاء الله كده ممكن على الساعة 3 بالليل. وتشوفوا بقى كده اليوم بتاعي ان شاء الله. انا الصراحة جعانين جدا، بس هو ايه، الفطار بتاعي والعشاء والغدا تمام. العشاء بقى جوع. انا حضرت كده ايه، خيارتين وتفاحة اهي، وده العشاء. طبعا ثمرة الفاكهة اللي في دلوقتي هو التفاح الصراحة، يعني هو اللي موجود. والكنتالوب تقريبا. دي تفاحية اهي. اهو خلصت الايه، اهو ده العشاء بتاعي، عبارة عن زبدية وخيار وتفاح. أنا مش ليا في الزبادي أوي اصلا، يعني ممكن ما ناكلوش، بس ايه، مجبرين في الرجيم. كده يوم في الرجيم خلص. طبعا هنزل لكم، هتلاقوا كل الفيديوهات دي ورا بعض، وان شاء الله يكون اول يوم كده ايه، مشينا صح، وباذن الله يبقى على